السلام عليكم. ما هو مش معقولة يعني تسالي العيد تبقى ناقصها الحمص. نعمل النهاردة مع بعض الحمص. قبل كده عملت معاكم الترمس امبارح والفول. النهاردة الحمد لله لحقت واشتريت الحمص النهاردة، وجبت ونقيت وشلت الخربانة منها رميتها، وغسلته كويس ونقعته في مية بتغلي. وبعد كده يعني وكل شوية طول ما انا قاعدة اروح المية تبرد اغير مية، ومش لازم يعني مية باردة عادي. واكب الميه لغايه الصبح ان شاء الله. اقل حاجه في النقعه كانت 6 ساعات. المهم تاني يوم الصبح غسلته وحطيت عليه ميه سخنه، وعلى النار على نار هاديه. اول ما غلت على طول هديت عليها النار لغايه ما استوت. طولت معايا شويه، قعد يمكن ساعه ونص. ما حطيتش اي حاجه ولا كربونات ولا اي حاجه، انا قلت براحتي يعني تستوي براحتها على نار هاديه خالص لغايه ما استوت والحمد لله. وقلت بقى فرصه طالما انا سلقه حمص اعمل التغميسه الحلوه دي. جميله قوي، جربوها يا جماعه، حلوه تنفعكم مع السمك، تنفعكم مع الفلافل، تنفعكم مع المشاوي، حلوه قوي. خدت كم معلقه كده، شويه من المعلقه دي اللي هي المغرفه يا جماعه. كم معلقه كده حطيتهم في الهاند بلندر او في الكبه. وحطيت طحينه، معلقه كبيره من الطحينه او معلقتين. الطحينه دي مع طحينه بيور يعني ما فيهاش اي اضافات خالص. سمسم مطحون. وحطيت كم مكعب تلج كده، المكعب عشان تديني اللون الفاتح الجميل. لكن وهي سخنه بتسهل عليك الفرم وتطلعها لك كريميه جدا. ما نصيحه مني ما تعملهاش وهي بارده، وهي سخنه على طول كده. اضربيها في الكب على طول. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. نفتح كده ونشوف. محتاجه لها شويه كمان، هنضربها وبنحط معاها بقى زيت زيتون، ونحط ليمون، ونحط رشه كمون، ونحط رشه ملح. طبعا كل ده حسب التذوق، الليمون كمان. وهنحط زيت الزيتون، واضربي بقى كمان ضرب كده مبرح لغايه ما تبقى كريميه خالص. ما طولتش لان هي الحمد لله كانت كويسه، مستويه حلو. وفي نفس الوقت السخونيه بتخليها تتفرم معاكي بسرعه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هفضيهم بقى في طبق كده في معون ناكل منه النهارده مع مشاوي. وبقى شويه حطيتهم في البرطمان اللي كان فيه الطحينه، كان فضا بقى خلاص، كان اخر حاجة. وهتحطهم بقى وعينهم في التلاجة، وقت ما احتاجهم اطلعهم هتبقى سهلة معايا ان شاء الله. زينيها بقى براحتك وحطيها مع اي وجبة عندك. ولادك هيحبوها جدا. وكمان اي حاجة على الفطار ان شاء الله هنفطر بها كمان يوم العيد الصبح باذن الله. كل سنة وانتم طيبين. شوية سمك فوق الوش كده حلو قوي، وشوية زيت زيتون، وكده شوية حبة ما هو حمص بقى كتير احنا سالقيه، وعصرة ليمون. وعلى عيونكم ألف عافية. يا رب الفيديو يعجبكم وينال رضاكم. تعالوا بقى نشوف عملنا ايه بقى في باقي الحمص. بقية الحمص خدته وشفت التتبيلة اللي انا عملت، المحلول الملح اللي انا عملته للترمس، هو نفس الطريقة بس ملح كمون مية. انا كده بالويم ما حطيتش مقدار يا جماعة. وبابريكا وليمون. وحطيت صفيت الحمص من المية بتاعته وسقطته في المحلول بتاعي دوت. وعينه بقى وقت ما خدت شوية بقى كده قلت اعمل ايه، شوية مقرمشات كده في الفرن. خدت شوية حطيت عليهم بتاع بودرة جبنة من اللي هي بتيجي من عند العطار دي، ورشة من الملح، ورشة من الليمون وزيت الزيتون، وحطيتهم في الفرن يتحمصهم في الفرن. قولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات تحت، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.